أرض سيناء المباركة في وقت من الأوقات كانت أو كان في بعض الأشخاص عاوزين يوسخوها أو ينجسوها بأفعالهم المشينة، ولكن بأمر الله القيادة الحالية قدرت تسيطر وتقضي على كل المستعمرات اللي كانت موجودة على أرض سيناء الطاهرة، اللي موجودة من العهد السابق والعهد الأسبق، واستوطنوا أرض سيناء من كل بقاع الأرض، جم مرتزقة الغرض إن يعملوا لنفسيهم معسكر أو دولة على أرض سيناء يتم الانتشار منها لأي مكان عاوزين يدمروه. وبأمر الله تم القضاء عليهم تماما داخل الأراضي المصرية أو داخل الأراضي الليبية في الوقت نفسه. لكن وقتنا الحالي ففي دول مفروض إن هي مستقلة مسؤولة عن كل ما يجرى داخلها. للأسف يا سادة يا محترمين إن الدولة اللي أنا بتكلم عليها مفروض إنها تكون أقرب دولة لمصر، مفروض بيتم تدريب ميليشيات عسكرية عليها. الظاهر في الوقت الحالي تهديد لمصر، لكن الباطن إيه يعلمه المولى.